نحن من سيمسك رسنه ونعيده إلى الحظيرة. اصبروا قليلا. داخل استوديو مجهز حديثا كما يبدو من الطلاء إلى العلم الإسرائيلي الجديد، أطلت علينا إسرائيل بمسرحية ذات إخراج فاشل من جديد. فبعد أيام على فضح صور وفيديو قالت أنها لأنفاق حزب الله، ثم تبين أنها قديمة العهد ومن داخل غزة. أراد إعلامها الفاشل اليوم تجربة شيء جديد عبر بث الحزن في قلوب البيئة الحاضنة للمقاومة، فأطلوا بفيديو نشرته أبواق تابعة للإسرائيلي وناطقة باللغة العربية في لبنان وغيره. ظهر فيه رجل مسن ذو لحية بيضاء يجلس فيما يراد تصويره أنه غرفة تحقيق، ويتم استجوابه من قبل ضابطين يتكلمان العربية، أحدهما باللهجة الفلسطينية والآخر باللهجة السورية. وبحسب التأكيدات فإن الرجل لا يمت لحزب الله بصلة وليس مقاتلا، وفيما تم التأكد أنه لبناني مدني وليس من سكان المنطقة بل من منطقة حولة. اسمه الكامل وضاح كامل يونس، وهو اسم غير موجود في منطقة بليدة الجنوبية إطلاقا. أما الأكثر إضحاكا عدم تركيب السيناريو بشكل يصدقه العقل اللبناني، إلا السذج أصدقاء إسرائيل من العملاء. فالرجل بحسب السيناريو المرسوم له يقول أنه كان داخل نفق لوحده، ثم يقول أنهم وجدوه بعد دخولهم الشقة ونزولهم إليه بالنفق. وهنا يريد الإسرائيلي إيصال فكرة أن الشقق المدنية متصلة بأنفاق للحزب لشرعنة قصفها لاحقا. أما عن رفاقه فكان السيناريو أكثر هزلا، إذ قال أو قيل له أن يقول أنهم كانوا 3 وكان بالنقطة الثانية 4 آخرين، ثم هربوا جميعهم إلا هو بقي صامدا بالحفرة أو النفق الذي يغير اسمه كل دقيقة. هرب جميع عناصر حزب الله. هكذا يريد الإسرائيلي إيصال هذه الفكرة لقلوب البيئة الحاضنة وأمهات المقاتلين. فمن يقصف حيفا، ومن يضرب تل أبيب ليل نهار، ومن يصد وحدات الإيغوز وغولاني وجفعاتي ويؤلمهم صبح مساء. ولدى سؤال المحققين للرجل عن سبب هروب رفاقه، قال إنهم انتسبوا من أجل المال ليقبضوا مرتبات من حزب الله، وأنهم ليسوا متدينين. وهنا ندع الخيال لهذا المخرج الفاشل، فكيف يتوقع أن يصدق اللبنانيون هذا؟ يريد هنا إيصال فكرة أن حزب الله يأوي مرتزقة يقاتلون لأجل المال. أما الحقيقة المعروفة بالكامل لدى كارهي الحزب بالداخل قبل محبيه، أن من ينتسب للحزب يكون عن اقتناع ديني ونية الشهادة، وما يتقاضاه هؤلاء شهريا لا يكاد أصلا يكفي لدفع فاتورة الكهرباء. وإذا كان هؤلاء بحسب زعم الفيلم الإسرائيلي انتسبوا لحزب الله من أجل المال، فلماذا لم يهربوا باكرا وقرروا الهروب اليوم بعد 15 يوما من بدء المعركة الطاحنة؟ لماذا وكيف صبروا طوال هذه المدة؟ رواية جديدة من فيلم بائس وأفكار بهلوانية بهلولية من إنتاج قسم الإعلام الفاشل في الجيش الكرتوني الصهيوني، ومن إعداد المتحدث المقهور أفيخاي أدرعي وسيدته النقيب إلا، لموقع xkhabar.com.